هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. طبعا كل المصريين اللي عايشين في امريكا هنا سمعوا على ترند العيش البلدي، واللي ما سمعش انا جايه اسمعه. اهو ادينا جبناه النهارده. ابو العيال بعد ما خلص شغل راح السوبر ماركت جابه. وعلى فكره بالمناسبه ده اخر كيس بعد ما لف السوبر ماركت كله، لقيناه كده على جنب في التلاجة، وكان اخر كيس. كان من حظنا الحمد لله، نشكر ربنا. ومن موقعي هذا احب اشكر المصري اللي خبز العيش وصدره لنا امريكا. اهو العيش. وعلى فكره بالمناسبه لقينا فلافل كمان، فيعني دلوقتي ما بقاش في حاجه مستحيله، كل حاجه موجوده وكل حاجه بتجيلنا من مصر واحنا قاعدين هنا بتيجي لحد عندنا. وعلى فكره هو ثمنه $2.50، ومن جوه نفس العيش البلدي اللي هو بتاع مصر بتاع الفورمه بالظبط. حبيت اوريه لكم وحبيت اقول لكم ان احنا جبنا العيش البلدي. اوكي. واتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. ولو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد. ولو انتم متابعيني ما تنسوش تدعموا المحتوى بتاعي بلايك، وسيبوا لي اي كومنت لو انتم محتاجين اي سؤال او استفسار. دلوقتي اقول لكم باي باي، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير اتمنى ان هي تعجبكم. باي باي.